يرزق من يشاء بغير حساب. كلامها ويقينها واللي شافه بعينه خلاه دخل محرابه ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بطفل. وفعلا ربنا بشره بيحيى، وده الاسم اللي اختاره ربنا بنفسه ولم يسمى به أحد قبله. وميزه بصفات كتيرة من أبرزها الفهم والرحمة والتقوى، فكان يخشى الله لدرجة إنه منع نفسه عن كل النساء فلم يتزوج. ومن تقواه كمان إنه كان لا يحل حراما مهما كان السبب، وده كان سبب ذبحه. أيوة زي ما سمعتم كده، كان في ملك ظالم اسمه هيرودس، وكان عايز يتجوز واحدة من محارمه يقال إنها بنت أخوه، وطلب من يحيى فتوى تسمح له بده، لكن يحيى رفض. فقالت له هذه المرأة: لن أرضى عنك حتى تأتيني برأس يحيى. وفعلا أمر الملك بوعاء كبير وأحضر يحيى وقطع رأسه ظلما. وكان سيدنا يحيى صامت ولم ينطق خوفا من غضب الله على قومه. قدم الملك رأسه لهذه المرأة، وفضل دم سيدنا يحيى يفور ويغلي ويرتفع كأنه تل أو جبل، لغاية ما بعث الله ملك آخر انتقم له وقتل 70,000 من بني إسرائيل، فهدأ الدم. لو عجبتك القصة ياريت تكتبلي في التعليقات.